معتصم، كيف قلنا كان مجموعة من الإشارات والمؤشرات والتصريحات اللي تفسرها الرأي العام كل واحد على حسابه. فمثلا مسألة أنه ما ناخذوش وسائل النقل ديال الدولة، أنه نفتحوا مثلا وسائل اللي كانت مغلقة ما كانتش مفتوحة للعموم. يعني كانت واحد المجموعة ديال التصريحات. ستيفن كيران شوهد وهو يصلي خلف الناس، فهذا في مشهد مؤثر. يعني المعارضة ولا بعض الآراء الأخرى تقول لك ودي ماشي هذا الشيء هو اللي مهم في المغرب ديال اليوم، خصنا مواجهة الحكومات، مواجهة المشاكل الحقيقية. كيفاش تتفسروا هذه المسألة؟ اولا خصنا نعبر على ان هذه حكومه في عهد جديد في دستور جديد، ولا شك انه كما شفنا انتظارات الشعب منا كثيره. فهذه حكومه ينبغي ان تبقى مرتبطه بالشعب، لكي تنجح خصها تبقى مرتبطه بالشعب. هذا قضيه. المساله الثانيه ان هذه بالنسبه الى بغيت نتكلم على الاخوان ديال العداله والتنميه، فهذو يعني ملزمون بميثاق توضع داخل حزب العداله والتنميه الذي لديه رؤيه للتعامل مع ما يمكن ان نسميه بالامتيازات، الا كاين شي حاجه سميتها امتيازات. فبالتالي كاين امور اللي هي من حق الوزراء بمقتضى القانون والمراسم التنظيميه، فهذه امور من حقهم. الامور اللي كيعتبروها متجاوزه لهذا الشيء، يعني الاخوان واعتقد الاخوان على المستوى المجلس الحكومي كلهم ناقشوا موضوع ديال ما يمكن نسميه بميثاق العمل الحكومي اللي ممكن يدقق في هذه الامور اللي هي معقوله من حقوق الوزراء خصهم يمارسوها، والامور اللي ماشي معقوله ربما كانت من قبل، ولكن لذلك زعما السي عبد الاله يصلي فيما صلى بحاله، زعما لم يتغير فيه شيء. باش يقول الانسان انه وزير يمشي بكونغو في مسائل رسميه غير منطقيه، الاشياء اللي هي غير غتكون فيها شعبويه ما تعطي حتى شي اهميه للعمل الحكومي. بغيت نقول على ان ربما هذا السلوك يخلق بعض المضايقات وبعض الاحراج لاناس متعودين على المساهمه في الحكومات منذ زمن طويل، ويعني موالفين كيستعملوا وسائل الدوله. انني ساخذ القطار لانني رجل، احنا كنا متواضعين، احنا الناس يعني منبثقين من الشعب المغربي وكناخذ القطار يوميا. ولكن الوزير هو شخص مسؤول، شخصيه سياسيه مسؤوله، خص يكون عنده واحد السلوك اللي هو يتسم بالتوازن وبالحكمه وبالعقلنه. اذا ما نطولوش. اولا انا كنشوف بان هناك مساله اساسيه اللي هو تخليق الحياه العامه. نعم. تخليق الحياه العامه وربط المسؤوليه بالمحاسبه. اي واحد مهما على شانه في البلاد خصو يعرف بانه راه غادي يكون مسؤول، ونعرفوا بانه وكما جاء على لسان السيد الوزير كاين هناك دول ليست لديها اي امكانيات، ولكن استطاعت ان تحقق نموا منبهر، نمو لا مثيل له بالامكانيات البشريه ديالها وليس فقط الموارد. في الوقت اللي كنهضروا على الامتيازات والامتيازات الغير المقبوله ونجيو نهضروا على الشعبويه، ملي كان غادي الوزير كاري سياره بثلاثه ديال المليون ونص اودي الكل. بلا ما نذكروا الاسماء. لا انا ما غاديش نذكر الاسماء، لا ما نذكروش الماركات لان ماشي الاسماء، لا الماركات ديال الوزير راه معروف. الماركات ديال العلامات التجاريه ما تنذكروهاش. انا ما كنديرش انا الدعايه، انا ما كندير الدعايه حتى شي حد. انا صوت من هذا الموقع جاي كمواطن. ما كانش 3 المليون، راه كانت 8 المليون ماشي 3 3 ولا 8. وهناك واحد الفساد اداري ومالي لا مثيل له، ولا احد يحرك ساكنا. ملي جات واحد الحكومه وبغات تبين بانها ستنهج السياسه ديال التقشف، وبزاف هذا الشيء شعبويه، وسيروا عطيهم لي كات وقول له ودي هذا راه هاد الناس اللي وصلوا هاد الناس لسده الحكم، اللي وصلوهم لهذه المسؤوليه راه كيراقبوهم، بغاوهم يبقاو منهم وصوتوا عليهم لانهم كانوا قراب لهم، ما كانوش كيعيشوا هما في اعلى عليين ومخليين الشعب في اسفل سافل الله. القرب ديالهم من المواطن والثقه والتواصل اليومي مع المواطن والتواضع اللي هو رفعه هو اللي خلى الشعب المغربي بواحد الشكل، واقول بالصدق وبامانه أن السر في الوصول إلى تلك النتائج والمشاركة في الانتخابات بهذا الشكل راه سببه هو العداله والتنميه اللي استطاعت تاثر المواطنين وتجيب واحد العدد من المواطنين باش يساهموا في الحياه السياسيه، والا كان غادي يكون عزوف سياسي ومجموعه ديال الاحزاب السياسيه اللي كانت كتولى تدبير الشان العام لم تستطيع ان تحصل على
على ما كانت، لانه مع الاسف الشعب المغربي ما غاديش نقول عقبها ولكن حسبها، ومن حقه باش هذه يحسبها. وهاد الناس اليوم راهو كيتولاو دوالب الامر راهو كيعرفوا جيدا بان الشعب المغربي ماشي بليد ولا يحب من يستبلده. وبعض الاحزاب التي لم تحظى مع الاسف الشديد ما حظاتش بالثقه ديال المواطنين لانه ما صوتوش عليهم. هذا الشعب اول مره كان الجميع يقر على المستوى الوطني والدولي بان الانتخابات شفافه ونزيهه وديمقراطيه، حتى عدد الطعون الانتخابيه ما تجاوزش لاول مره كنظن بالضبط، ماشي كنظن 169 طعن على المستوى المغربي. هذا ان دل على شيء فانما كيدل على ان المواطن المغربي وصل لواحد المستوى وواحد الوعي السياسي. حنا ولاد هذه البلاد وولاد هذا الشعب ما يمكن لنا الا نزكيو، ما نبقاوش نديروا عرقله ما يمكن عرقلته. لا، كاينه هناك اشارات قويه. حيدوا لنا الامتيازات ماشي غير في السيارات وفي الاسانسور، كاينه امتيازات اكثر من ذلك. انا ما كنفهمش برلمان يجي يدوز عامين ولا 3 سنين وتبقى عنده ماندا ديال لا روتريت حياته كامله فيها 10,000 درهم ولا 8,000 درهم، في الوقت اللي مواطن كيخدم 60 سنه ولا كيخدم 40 سنه كتبقى له 4,000 درهم ولا 3,000 درهم. انا اللي كناشد واللي كنقول بانه حنا كلنا مغاربه، وما اختلفت المواقع ديالنا سواء الاجتماعيه ولا القانونيه، حنا مسؤولين على امن هذه البلاد ومستقبل هذه البلاد وعز هذه البلاد وشرف هذه البلاد. بغينا هذه البلاد تكون بحال هذه البلدان اللي قال السيد الوزير اللي استطاعت انها تحقق واحد النمو وتحقق لنا واحد السعاده. حنا ما عندنا فين غادي نمشيو، عندنا المغرب ديالنا، غادي نبقاو في المغرب ديالنا، نتكافلوا جميعا ونديروا اليد في اليد. اما باش نجي ندير المعارضه من اجل المعارضه فاعتقد انه ما يمكنش الشعب المغربي، ما يمكنش الشعب المغربي غادي شي واحد اليوم يكذب عليه. كذبتوا علينا واحد المده هذه من الزمان، وانا اعتقد اسمح لي انا ما قاطعتكش ملي كنت تهضر الاستاذ الله يخليك. المعارضه من اجل المعارضه، ومازال الناس ما عطونا حتى برنامج حكومي، وانا كنقول لا غدا اعطيني الارقام، اعطيني ولكن من حقهم يعبروا على الراي ديالهم حتى هما. البرنامج الحكومي شوف خصنا تكون عندنا الاراده، تكون عندنا نيه حسنه، ونجيو لهنا راه كيسمعنا المواطن، تكون عندنا اراده حسنه. وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، بينوا لنا حنا تيديكم. راه هاد الناس اللي كيهضروا معنا، انا ما كنقصدش الاخوان وانما اللي يتحملوا المسؤوليه، راه هما اللي وصلوا المغرب لهذه اللحظه اللي راه فيه.